1,200,000 جنيه مقدم هجيب لك الفيلا اللي انت شايفها النهارده دي، مساحتها 340 متر. يلا اتفرج معايا بسرعه على التفاصيل، خليك معايا ما توقفش الفيديو، اتفرج كده معايا. بدايه ما بدخل من هنا عندي الانترنس بتاعي. اول ما بدخل كده هنا عندي ده الريسبشن بتاعي، وزي ما احنا شايفين الكواليتي بتاعت الفرش هنا محترمه قوي والتشطيب محترم قوي. عندي هنا الريسبشن فيه ميزه حلوه قوي، ان هو بيكون مستويين زي ما احنا شايفين. الجزء الخاص بالليفنج بتاعتي، بعد كده هنا عندي الجزء بقى ده الخاص بالسفره. التقسيمه بتاعتها هتعجبك قوي. كمل بقى كده معايا هنا، ده كده بقى هنا الكيتشن بتاعي. المطبخ مساحته محترمه قوي، هتقدر تشيل فيها كل الاجهزه بتاعتك. مش بس كده، انا عندي هنا بقى خد بالك معايا من التقسيمه بتاعتي. انا عندي هنا كده ده تويلت. هنا دي بقى مهمه قوي قوي وانت بتشتري اي فيلا، الناني روم. الناني روم هنا لو بصيت عندي ده كده جزء خاص بستورج، دي كده هنا الناني روم بالتويلت بتاعها. كل التفاصيل اللي موجوده هنا عايزك تركز فيها قوي. انا عندي الارضيات كلها بتكون رخام او بورسلين، تمام. الفرش بقى اللي موجود كله بيكون من اباني للاساس. انا عايز اقول لك دي تقريبا احسن فيلا ممكن اشوفها في قلب العاصمه الاداريه بالسعر ده، تمام. خاصه ان هي تقسيط على 10 سنين. عايزك كمان تتفرج معايا على الجاردن بتاعتك بقى من قلب الريسبشن، وشوف الفيو بتاعك على ايه. دي هنا كده جاردن تقريبا بنتكلم مساحتها ان هي في حدود 100 متر. الفيو بتاعك كله تقريبا فيلات وقصور في قلب العاصمه الاداريه، وهقسطها لك النهارده على مده 10 سنين. تعالى كمان بص معايا كده البرايفت انترنس بتاعك. عندي هنا بقى برايفت انترنس على سويمنج بول كبير جدا. الفيو زي ما قلت لك كله اما فيلات او قصور. المكان هنا كله بالكامل استلام فوري ومتشطب. يلا بقى بينا نطلع كمان على الدور الثاني ونشوف التشطيب فوق شكله عامل ازاي. نطلع بقى الدور الاول كده ونتفرج. اول ما اطلع من هنا عندي دي كده اول غرفه، الغرفه الشبابي زي ما احنا شايفين. وباكد لك تاني 1,200,000 جنيه مقدم. تعالى بقى معايا يلا الغرفه الاطفال. عندي هنا دي كمان دي تاني غرفه، غرفه اطفال. الفيو بتاعها اهو. اتفرج كده على العظمه اللي انا جايبها لك النهارده دي. ما اعتقدش ان النهارده غرفه اطفال بفيو زي ده، يعني انا جايب لك حاجه لقطه. تعالى بقى كده كمان معايا، دي كده الغرفه الماستر بتاعتك. اتفرج كده بقى معايا. اول ما بدخل من هنا عندي كده ده الدريسنج. عندي هنا كده ده التويليت بتاعك. دي كده غرفه النوم الماستر بالفيو التحفه اللي احنا شايفينه ده. هنا بقى نفس الغرفه اهي. المساحه بتاعتها، المساحات هنا يا جماعه مستغلينها كويس جدا جدا جدا. تعالى بقى كمان هنا معايا دي البلكونه بتاعتك. اتفرج بقى كده كمان معايا هنا. حلو قوي ان انا بقى بشتري النهارده فيلا، بس ما حدش يجي يضحك عليا ويقول لي الفيلا دي على سور ولا الفيو بتاعي شارع. انا النهارده عشان اشتري فيلا لازم فيو زي اللي انا شايفه ده كده، لاندسكيب، سويمنج بول. المكان اللي انا فيه اصلا كمان يكون بيطل على حاجه زي اللي انا ساكن فيها، يعني اكون قاعد هنا وقدامي الناحيه التانيه برضه فيلات وقصور، فدي برضه حاجه مميزه قوي. يلا بقى تعالى معايا بقى كمان اوري لك ده كده المين تويلت بتاعك. عندي بقى هنا الليفينج. اتفرج كده معايا على المساحات. تعالى شوف بقى معايا الفيو. حتى الشارع اللي انت بتطل عليه العرض بتاعه تقريبا انت بتتكلم ان هو في 50 متر بفيو برضو كله فيلل زيك وستاند الون فيلاز موجوده هنا. تعالى بقى معايا نطلع بقى الدور الثاني اللي هو الروف. انا عايزك تاخد بالك كده من ارتفاع السقف ومن الكواليتي بتاعت التشطيب. مهم قوي ان انت تركز في التفاصيل دي خاصه وانت بتشتري فيلا. اطلع بقى هنا على الروف. عندي اول حاجه هقابلها ده تويلت، وموجود عندي فيه غرفه. والمميز قوي في الروف ان انا مستغل المساحه بتاعته حلوه قوي جدا جدا. يعني خليت الغرفه دي تكون الجزء اللي هو على الشارع علشان لما اجي استغل المساحه اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي هي بصراحه ابهرتني، مساحه الروف. كل المساحه اللي انت شفتها دي مساحه الروف بالجزء ده كمان زي ما وضحت لك ان احنا مستغلينها كويس جدا.
طب ليه انا بقول لك ان هي مستغله كويس جدا؟ علشان صراحه مش هلاقي احسن من الفيو ده. لو انا حبيت ان انا النهارده اشتري واسكن هنا، انا دايركت على منطقه سويمنج بول، ومن اميز المراحل اللي موجوده جوه الكومباوند كله استلام فوري بالكامل بمقدم 1,200,000 جنيه النهارده، وقسط على 12 سنه هديلك الفيلا دي. احمد عامر، لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كلمني على طول على الارقام الموجوده على الشاشه.